المشكلة الإباحيات شو تدمر؟ أخذوا عينة تقريبا 60 واحد أعمارهم من 20 إلى 60، ذولا يشوفون 4 ساعات بالأسبوع أفلام إباحية، 4 ساعات، ولا شبابنا يقعد يوميا 8 ساعات، وما شايف؟ وانفتاح من جريدة ما بها بس صدام من قائد الضرورة إلى 3، وإحنا هم ما ربينا أولادنا أن يستشعرون الله تعالى. هم أخذوا عينة 60 واحد أعمارهم من 20 ل 60، وذولا يوم كل أسبوع 4 ساعات. بعد ما قامت الدراسة تبين بأن عقولهم أو مخوخهم منكمشة. ذولا اللي يشوفون أفلام إباحية بالأسبوع 4 ساعات المخ ماله منكمش صغير. بعد اكو مادة بالمخ يسمونها المادة السوداء، هاي مسؤولة عن الذكاء، تتلاشى مرور الزمن. بعد اكو جهاز عنده يسمونه جهاز الإثابة، هذا اللي يقول لك عافية إذا أحسنت، مو زين إذا أخطأت، يقول مرور الزمن يموت تقتل الإباحيات. لذلك ذولا اللي يدمنون حالة الإباحية بعد ما له، هسه ناس مفخخة بمريدي ما له شغل، ناس يم ما له شغل يصير، حتى من يشوف عرضهم ما له شغل. قاعد يشوفون جيل متميع. فرنسا لما سقطت بالحرب سألوا أحد الخبراء ليش؟ قال لأن أهل فرنسا صاروا شعب متميع ما عنده قيم وناموس. أنا أقرأ عن المسلمين بلاد الأندلس كم سنة؟ 500 سنة، لكن بعدها المسلمون في بلاد الأندلس انهزموا شر هزيمة. ليش؟ يا سلاح استخدموا النصارى، النساء والخمرة. لذلك الغرب بريطانيا أمريكا ما دخلت مكان إلا ونشرت النساء. وشنو؟ اليوم الحمد لله بفضل الأحزاب الإسلامية لما تروح لبعض المناطق تلقى إباحية حتى بزمن صدام موجود.